ولو حسيتوا ان المعلومه دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكملوا الرحله معايا خطوه خطوه. اكيد مش هعمل كده تاني. عاملين ايه؟ بصراحه كميه المسجات اللي جت لي عشان اعمل فيديو عن النحافه كانت كتير جدا، عشان كده قررت اعمل الفيديو ده مخصوص ليكم. بس عايزه اقول لكم ان الموضوع مش اكل كتير وخلاص، لا، في غلطه ناس كتير بيقعوا فيها. تعالوا نشوف هي انهم يعملوا وجبه غداء قد الكوكب ويقولوا كده خلاص هنزيد، والحقيقه ان الجسم مش هيستفيد بكل ده، بيهضم جزء قد كده بس، والباقي يا عيني بيروح لحاله. يعني حتى لو الوجبه دي فيها 1000 كالوري ممكن جسمك ما يستخدمش منهم غير نصهم بس. طيب نعمل ايه؟ نقسم اكلنا في اليوم، بدل وجبتين كبار قوي نخليهم 5 6 كده صغيرين زي الفل. نزود سعرات من حاجات ذكيه ومغذيه، يعني ايه؟ مكسرات مثلا وشوفان مع شويه زبده فول سوداني اسمها ايه؟ بينات باتر. بينات باتر، اوكي. هي حاجات صغيره بس وزنها تقيل على الميزان. الموضوع محتاج تنظيم وصبر، مش وجبه سوبر جامبو وخلاص. لو حسيتوا ان المعلومه دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل الرحله دي مع بعض خطوه بخطوه. واستنوني الحلقه الجايه. باي باي.